طيب انا هديكي نوتس كده سريعه، ولكن انا محتاجك ترجعي تتفرجي تاني على الفيديوهات الخاصه بالباور بي اي. او في الاول هتلاقيني بتكلم على ان الباور بي اي لما بنيجي نربط مصدر بيانات زي الاكسل مع الباور بي اي، فالباور بي اي بياخد حاجتين مهمين جدا. اول حاجه كوبي من الفايل باص، ملف الاكسل ده موجود فين على الجهاز بتاعي، دي اول معلومه. ودي الفايل باص ده الاساس اللي كل مره لما بنعمل ريفرش للداتا بياخد الداتا او بياخد سايكل معينه كده عشان يروح يجيب الباص ده عشان يجيب منه الداتا. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه كانت ايه؟ ان هو بياخد كوبي اوف ستراكشرد اوف داتا. فهو بياخد كوبي من الاستراكشر بتاع الداتا. طب ايه هو الاستراكشر اوف داتا؟ هو الاستراكشر اوف داتا ده الاسماء الاعمده اللي موجوده. فلما حضرتك تغيري اسم العمود، فهو خد في اول مره خالص اسم العمود ده ككي او مفتاح انه يدخل يجيب بيه باقي الداتا اللي موجوده جوه العمود. فلما مثلا على سبيل المثال انت حطيتي مثلا اي دي او ناشونال اي دي، الناشونال اي دي ده هو في اول مره خالص بقى المفتاح اللي يفتح العمود عشان يجيب كل الناشونال اي دي اللي موجوده. طيب الناشونال اي دي خلاص ما بقاش موجود، او الاسم نفسه انت غيرتيه، كانك بالظبط غيرتي المفتاح اللي بيفتح الباب، فطبعا مش هيفتح.